السلام عليكم البنات العواش، مبروكة مع مناسبة العيد. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. اليوم ان شاء الله نعطيكم المقادير ديال الفقاس. بسم الله توكلنا على الله. 150 غرام ديال السكر، 550 غرام ديال الدقيق، 150 غرام ديال الزيت، 4 البيضات، 2 ملاعق كبار ماء الزهر، رشه ملح، 2 ملاعق كبار النافع، كيس سكر بنكهه زهره البرتقال، 800 غرام الخميره الكيماويه، اللوز مغسول 100 غرام، والسمسم هو الزنجلان. هادو هما المقادير ومضبوطين. بسم الله توكلنا على الله. في الخلاط الكهربائي نديرو البيض او الطراب اليدوي، نزيدو السكر سنيده، الزيت، على حسب المقادير اللي عطيتكم في الاول، السكر، زهرة البرتقال، قليل من الملح، غير رشه صافي صغيره، يعني نصف ملعقه صغيره، ملعقه صغيره ديال النافع، نطحنوا كلشي مزيان في الخلاط الكهربائي. نعملوا الخليط في شي اناء، نضيفوا اللوز والزنجلال والنافع اللي بقات عندنا قبل، حيت في الاول عملنا غير نصف ملعقه صغيره، ماء زهر، نخلطوا كلشي مزيان، جميع العناصر المذكوره اللي عطيتكم في الاول. نضيفوا الدقيق مغربل بشويه بشويه، ما نخويوش مره واحده، غير تدريجيا. خماره حمراء، نجمعوا العجين بلا ما نبقاو ندلكو، غير نجمعوا غير بالاصابع. العجين كيكون رطب ماشي قاصح باش ما يقصحش في الفران. نديروهم في الطاوه على هذا الشكل وندهنوهم بالبيض وقهوه سريعه الذوبان، هي نيسكافيه. نشرطوهم على هذا الشكل بالفرشيط، نتقبوهم مزيان من جميع الجوانب باش ما يتفرقعوش في الطياب، باش ما يطرطقوش. ندخلوهم الفران بارد والعافيه مهيله بزاف، ونخليهم يطيبوا على راحتهم. تقدر توصل مده ساعه في الفران. من بعد ما طابوا غادي نغلفوهم بالسلوفان مزيان او بشي زيف كيكون فازك باش كيعرق. على هذا الشكل نخليهم يرتاحوا مده 5 ساعات، ولا عملوهم الليله كامله تنصبح ان شاء الله. من بعد ما ارتاحوا نقطعوهم بالسكين حاد ونشتفوهم في الطاوه وندخلوهم في الفران يتحمروا مره ثانيه بالصحه والراحه. وعواش مبروكه، والله يدخل علينا وعليكم بالصحه والسلامه وطولة العمر، ومع الفيديو اخر ان شاء الله. مع السلامه. ما تنساوش بارطاج، ما تنساوش جيم واشتراك.